يلا نسوي خبز كباب طريقة سهلة وسريعة. أول شي نكسر بيضة داخل طاسة ونصب فوقها كوب حليب مليحة أو كوب وربع من الحليب. والحين بنضيف نصف فنجان من السكر ورشة من الملح. والحين بنضيف رشة من الهيل والزعفران، وبعدها نضيف نصف فنجان من الزيت النباتي، ونحط عليه نص ملعقة صغيرة من الخميرة وربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نتأكد إنه يكونون خاليين من الجلوتين. آخر شي نحط كوب من الطحين خالي من الجلوتين، وأنا استخدمت ترانيس. الحين نخفق كل المكونات مع بعض ونتركها ترتاح من 20 ل 30 دقيقة. وبعد ما ارتاح العجين إذا كان ثقيل نضيف فنجان من الماء ونخلط لين ترجع تتجانس المكونات. وبهذا الوقت نسخن التاوة لمدة 10 دقايق، ولازم تكون مانعة للالتصاق. بعد ما سخنت التاوة نصب العجين وننتظر لين ما يستوي العجين بهذا الشكل ونشف السطح تماما. نقلبه للوجه الثاني وننتظر لين ما يتحمر وجه الثاني. مثل ما نشوف وتكون الخبزة مثل هذا الشكل جاهزة، ونكرر لين ما نخلص العجين كله. وكذي خلصنا الخبز كامل. نقدر نقدمه مع دبس التمر أو العسل أو السكر مع الجبنة والقشطة. وعلينا وعليكم بالعافية. لازم تجربونها لأنها لذيذة.